عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. من اكتر بقى الاكلات اللي انا بموت فيها هي البامية. بجد طعمها تحفة جدا. هعملها معاكم بقى بطريقتي، ويا ريت بقى تكتبولي انتوا بتعملوها بنفس الطريقة ولا في تركات تانية بتضيفوها. عايزاكم بقى تجربوها بطريقتي، بجد هتدمنوا الطريقة دي خطيرة. وما ينفعش طبعا نفوت البامية من غير البتنجان المخلل. ميكس بقى كده مع بعض، ما ينفعش اكل حاجة من غير التانية، لازم الاتنين مكملين لبعض. وقبل ما نبدأ بقى الفيديو بتاعنا، لو أول مرة بتسمعوني ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم أي فيديو جديد أنا بنزله، وتعملوا لايك وشير للفيديو. أول حاجة، في حلة على نار متوسطة حطيت كده معلقة كبيرة من السمنة زي ما انتوا شايفين، بسيبها بس تسخن شوية حاجة بسيطة، وبعد كده بنزل ببصلاية متوسطة مقطعاها قطع صغيرة بالشكل اللي قدامكم. تقدروا كمان تبشروها، المتاح عندكم، بس انا قطعتها لقطع صغيرة. في النهاية كده كده كله بيدوب مع بعض ومش بيبان اي حاجة. هفضل بقى اشوح فيها كده، افضل اقلب فيها لحد ما تبدأ تدبل معانا. وبعد كده هحط معلقة صغيرة مليانة توم مفروم. انا فرمت كده كمية من الثوم لان انا هستخدمه في حاجات كتير. هستخدمها في التقلية اللي في الاخر، وهستخدمها كمان مع البتنجان، فقطعت كمية كبيرة من الثوم فرمته. خدت منه معلقة صغيرة على البصل، شوحته بقى معاهم بقى في الاول. الريحة بقى تحفة. بعد كده انا مش بسيب البصل يتحرق مننا، مش بسيبه يتحرق خالص ولا يتحمر. بنزل بقى بقطع اللحمة. دي لحمة بتلو، تمام. عندكم لحمة بقري، اي لحوم متاحة عندكم برضو. إيه، بشطفها، غسلتها غسلة سريعة جدا بملح، وبصفيها كويس. وبعد كده بنزل بيها على البصل مع الثوم. بشوح الاول اللحمة، لازم اشوحها كويس جدا لحد ما تدينا لون بني كده. وهنا حطيت معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وهكمل تقليب. هقلب بقى المكونات دي كده كويس مع بعض، هدمجهم بقى، الريحة بتبقى تحفة. هفضل بقى اشوح فيهم مع بعض لحد ما اللحمة تاخد الصدمة الكويسة المطلوبة، ولونها يبقى زي لون الكرملة كده، يغمق شوية، والبصل يدوب معانا. شايفين؟ لسه كمان مش هضيف المية دلوقت. في الوقت ده تكونوا مجهزين مية سخنة، من 2 ل3 كوبايات مية سخنة، لحد ما اللحمة تاخد التشويحة الحلوة اللي هي تدينا اللون اللي هو البني الفاتح زي الكرملة كده. هنا خلاص تمام، احنا وصلنا للمطلوب. شايفين لونها تحفة قد ايه؟ هحط بقى المية السخنة، لازم مية سخنة. حطينا بقى كوباية، وهنحط كمان التانية. الخطوة دي مهمة جدا عشان اللحمة بتاعتي نتأكد من السوا بتاعها. هسيبها تغلي بس مع الكوبايتين المية. حطيت بس كوبايتين مية، انا ما حطيتش اي اضافات تاني ولا ملح ولا اي حاجة دلوقتي، مش هزود اي حاجة دلوقتي خالص. هنا بقى المية بتاعتي كانت خلاص اتشربت، فضل فيها زي صوص كده، شوية من الصوص. شايفين لونها تحفة قد ايه؟ شايفين التركية دي بقى حلوة جدا. بعد كده هنكون ضاربين طماطم، ضربة حوالي 4 5 طماطمات. انا مش بصفي الطماطم، بنزلها بقى على طول. الخضار والحاجات دي مش لازم ان احنا نصفي الطماطم. مع المكرونة بصفيها، الصلصة بتاعت المكرونة بصفيها، لكن في الخضار عادي، وكله بيبقى في بعضه فما بيبقاش باين اي حاجة اصلا. هنا بقى هضيف الاضافات اللي انا البهارات. هحط رشة من السكر، طالما حطيت طماطم يبقى لازم رشة من السكر عشان الحموضة. حطيت كمان معلقة صغيرة بقى حلوة كده كزبرة ناشفة. هنا رشة من ال7 بهارات، ممكن تضيفوا 7 بهارات او بهارات لحمة او ال11 بهار من كنور اللي انتوا حابينه. وحطيت معلقة من الصلصة، معلقة صغيرة كده مليانة من الصلصة عشان برضو تعزيز اللون، وبعدين برضو هتديها طعم حلو. زودت كمان رشة من الفلفل الاسود، وهحط معلقة صغيرة من الكمون. هقلب بقى المزيج ده كله مع بعض. احنا لحد دلوقتي ما حطيناش خالص ملح، فلازم تفتكروا الملح بقى في الاخر. هسيب الطماطم تتسبك.
هنا كانت اتسبكت اهو، شايفين لونها تحفة. هنا بقى هبتدي ان انا ازود الملح قبل ما ننسى. حطينا بقى معلقة صغيرة كده من الملح. شايفين الصلصة شكلها حلوة جدا. هزود بقى مية، زودت مية سخنة، ما حددتش كمية المية، زودوا كده حوالي 3 كوبايات من المية. هنا البامية كانت جاهزة معانا، انا غسلتها كويس وسبتها لحد ما تتصفى كويس جدا، وبعد كده نزلت بيها بعد ما زودت المية على التسبيكة. تمام، اديتها تقليبة بس كده وخلاص، هسيبها بقى تعيش حياتها. هحط الغطا. تمام، حوالي نص ساعة، اخدت حوالي نص ساعة. بتعملوا لها تيست كده، بتطلعوا زي ما انتوا شفتوا كده، بطلع مثلا بامية وبجيب شوكة بشوفها استوت وتمام ولا لا. هنا اللحمة طبعا كانت دايبة دوب واستوت. البتلو كمان وقتها في التسوية بيبقى اقل من البقري، فبتبقى سريعة جدا. البامية هنا كمان بنعمل لها تيست كده، اختبار، بنشوفها استوت ولا لسه محتاجة. هنا كان خلاص قدامها حوالي 10 دقايق كده وتستوي. هنا بقى هنعمل الطشة بقى اللي بنعملها على البامية دي، اكتر حاجة بتودي البامية في حتة تانية خالص. حطينا بقى معلقة كبيرة من السمنة، معلقة صغيرة مليانة توم مفروم، وربطة كزبرة ناشفة قطعتها لقطع صغيرة. بنجيب ربطة كزبرة ناشفة غسلتها كويس وسبتها تنشف، وبعد كده قطعتها قطع صغيرة، حطيتها بقى نزلت بيها على الثوم المفروم وعلى معلقة السمنة الكبيرة. هفضل بقى اشوح فيها كويس جدا، هتلاقوها اخشنت كده ونشفت. لازم توصل للخشونة اللي انا بقولكم عليها. فهفضل بقى اقلب فيها، فما تخافوش هي كده ما اتحرقتش، هي المفروض بتبقى كده. عايزاها كمان تنشف شوية، هفضل كمان اشوح فيها. في الاخر بنجيب هون او اي حاجة ناشفة وبدقها عشان تبقى ناعمة. يعني مش شرط تبقى ناعمة جدا، بس يعني تبقى برضو يعني هتلاقوها تدوب معاكم لما تنزل في البامية. شايفين بعملها ازاي؟ بضغط عليها اكتر. انا برضو لسه حطاها على النار، انا ما رفعتهاش من على النار. بحاول بس كده يعني اوصل يعني لأطرح حاجة يعني. شايفين لونها؟ لازم توصلوا للشكل ده. ريحتها بقى بتبقى تحفة بجد، بتدي طعم مختلف جدا للبامية، اوعوا تفوتوا الخطوة دي. هنا خلاص البامية بتاعتي كانت استوت، سبتها بس من اخر مرة زي ما قلتلكم مجرد بس 10 دقايق، وبعد كده خلاص بقت تمام. شايفين شكلها تحفة ازاي؟ لسه كمان شكلها هيبقى احلى لما نحط الطشة اللي انا قلتلكم عليها. شايفين بقى الاتنين بيبقوا سخنين كده نازلين في بعض كده، بتبقى تحفة. بتغير في الشكل والطعم، وبجد بتبقى خطيرة. شايفين بقى الجمال؟ حلوة جدا وما خدتش مننا اي حاجة وسهلة قوي. هاخد بقى جزء كده احطه في طاجن عشان احطه تحت الشواية، مجرد بس ان هو يتشمع، والباقي بقى هحطه في طبق عادي كده هاكله زي ما هو. حطيت جزء في الفرن وجزء هسيبه عادي. كمان احط فلفل حامي بقى كده في الطاجن، هيبقى حاجة مشطشطة وسبايسي جدا. حطيته بس مجرد تحت الشواية يتشمع زي ما انتوا شايفينه كده. شايفين شكله تحفة. وتقدروا طبعا تاكلوه زي ما انا اكلته عادي، حطيت طبق من الحلة كده من غير بقى فرن ولا اي حاجة. بجد طعمه تحفة، فظيع بجد. لازم بقى تجربوا طريقتي دي، بجد هتعجبكم جدا جدا. مع البتنجان المخلل بقى لازم تجربوا الميكس ده مع بعض بنفس اللي انا عملته. هستناكم بقى تجربوه، وهستناكم تقولولي رأيكم ايه. وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير، وكمان تعملوا سبسكرايب. يلا باي باي.